بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، اليوم سوف نشاهد معا كيف نقوم بمعالجة طائر الحسون. هو الآن في حالة متقدمة، باش نحكي شوية بالدارجة. متقدمة. انظروا كيفاش بلغتنا نحن نقولوا عصفور مكشبر. هو المرض متاعو هو مرض شائع ياسر في هذا النوع من الطيور. مرض غاية اسمه الكوكسيديوز. هو مرض عدو لطائر الحسون. لاحظوا إخوتي الكرام، كون الطائر في حالة متقدمة. انظروا كيفاش كشبر. لاحظوا أخوتي الكرام، غالبا في الحالات هذه الإخوة المربين يأيسوا، يعطيو حاجات معناها بدائية كما الثوم مثلا في الماء، مثلا خل، ويتعدى العصفور بالفترة هذه القاسية 4 5 أيام ويموت العصفور غالبا. نحكي بالطبع لما ربكم سبحانه أراد له النجاة، حاجة أخرى ذيك. نحن معنا الآن في هذا الفيديو سوف نحكي لكم إخوتي على تجربتي الشخصية وتعاملي مع هذا المرض الذي الحمد لله لقيت له الحل بالنسبة لي أنا. أولا إخوتي الكرام، العصفور كي يبدأ مريض تبدأ درجة الحرارة متاعو تبدأ متدنية، تبدأ طايحة نقولوا نحنا. يبدأ العصفور بردان. التكشبيرة متاعو يكون العصفور فارغ من الماكلة، مش قاعد ياكل، ويبدا يرعش بكله. ونحن ما نلاحظوش عليه الشيء ذا الا بيان سور الا هو يحس معناها بالشيء ذا. وفي الحالة ذي يلزمنا نحضروا له الفضاء المناسب باش نلقفوه معناها. فهمت؟ من أول حاجة نقوم بها إخوتي الكرام، نصيحة لكم بالتجربة نصيحة لكم إخوتي الكرام، نحضروا المكان المناسب. نبداو بالتدفئة قبل العلاج وقبل كل شيء. نبداو بالتدفئة. حضرت لكم سهلة ياسر. لا أنا مطالبين باش نعملوا شوفة سنترال، ولا أنا طالبين باش حاجة بسيطة ياسر. نجمو هو كي في القص نتاعو وفي القفة نتاعو كما تشاهدون نستعملوا تو سامبلومون اللامبوبة. اللامبوبة هي حاجة معناها تساعد العصفور باش يتدفى وما تحركوش. نبداو مع بعضنا. اللي يحب يعمل النوتة اللامبوبة، وإلا أنا وكيتها من فوق هذه نعلقها في بلاصة الثريا، نحيت الثريا وعلقت هوني. اوبس كروشي. هلا
الأنبوبة متاعنا. إذا كما تلاحظون الأنبوبة فوق القفص ديريكت. انظروا كيفاش العصفور الآن تحسوه بدأ ينشط شوية. نورمال. يحس بالدفء قاعد متاع الأنبوبة. هذه أول حاجة نعملوها للطائر كي يبدأ مريض وكي يبدأ في حالة متقدمة كما الحالة اللي عنا توا. توا راني نوري فيكم في حالة مباشرة عصفور مريض بالحق مريض. وهذا ليكم انتوما باش تاخذوا من التجربة، وإن شاء الله إن شاء الله هو ساعي فيه ربي العصفور ويمنع عنا، وبإذن الله يمنع إن شاء الله. نتعدى المرحلة القادمة هي كيفية تحضير دواء العصفور. نتعدى مع بعضنا ونشوفوا الدواء هذا الاسم بتاعه وكيفية تحضيره معا. إذا إخوتي الكرام، الآن نمر إلى المرحلة الثانية، هي مرحلة تحضير الدواء. هذا الدواء هو البيتريل. عذرا ما عنديش لومبلاج متاع الدواء، لكن وضعت لكم صورة في الفيديو لهذا الدواء والأمبلاج متاعه. هذا الدواء اسمه البيتريل. هو مالوريزمون ماهوش متواجد في تونس بكثرة، يعني في لي فارماسي فيترينير متاعنا في تونس ماهوش متواجد. نلقاوه موجود بقلة، خاصة عند إخواننا الباعة المختصين في السوق، وإلا اللي عنده شكون متواجد في الجزائر ينجم يوصي منه. هذا الدواء بالنسبة لي أنا إفيكاس برشا لهذا المرض، وهو مجرب دواء نجم نقول عليه كان ممتاز. دونك كي يبدا العصفور في حالة متقدمة نقوم بوضع تعبئة الابروفوار. انظر الماء، نجيو للبيتريل ونوضعو 4 إلى 5 قطرات. 1 2 3 4 5 فقط. كي يبدأ العصفور في حالة متقدمة، المرض متقدم به، نقوم بوضع 4 إلى 5 قطرات في أبروفوار ماء. بيان سور نحكي على تجربتي أنا. نقوم بخض الأبروفوار كما تشاهدون، خضه جيد. نلاحظ كونه الدواء قام بمفعوله في الماء. شوفوا الكشكوشة الرغوة، ومباشرة نقوم بمد للطائر. قلنا الطائر عطشناه لمدة على الأقل أنا خليته 3 ساعات بدون ماء، باش كي نحط له لابروفوار ستشاهدون وستلاحظون كونه
مباشرة يهبط يشرب وبالتالي نضمن كونه تعدى له الدواء أكثر من يكون معناها كان عنده من ماء وماهوش عطشان. نفضل نشوفه معنا. أهو هذا هو الأبربوار. نلاحظوا كيفاش العصفور يمشي ديريكت يشرب. فوالا فوالا فوالا. اللهم اجعله شفاء له. ذكركم كونه العصفور هذا هو عصفوري وموش رخيص، عصفور عظمة، وإن شاء الله شفاء يكون عاجل له. نعم، العصفور كما تلاحظون شرب بالكدا 4 5 شربات عملهم باهين يكفيو. تعدى الدواء بالكدا بإذن الله. انظروا لاحظوا كونه مازال مكشبر طبيعي. هذا اليوم الأول اللي مرض فيه العصفور. إخوتي الكرام، ملتقانا بإذن الله يوم غد. توا بإذن الله توا باش يرقد العصفور. دونك نطفيو اللمبوبة. نسيت ما قلت لكمش، ديما حاولوا باش تخليوها من الصباح حتى نص الليل، ماضي ساعة متاع الليل. اليوم كملنا، وهذه المرحلة الصعيبة اليوم بالنسبة للعصفور، اليوم وغدوة. إن شاء الله أيام نعافيهم ويتخطى الصعوبات ويتخطى المرحلة الحرجة هذه. ملتقانا يوم غد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أخوتنا الكرام، هذا اليوم الثاني اللي نعالجوا فيه الطائر نتاعنا. لاحظوا كونه بدأ نوعا ما ينشط نوعا ما. إذا إخوتي الكرام، هذا اليوم الثالث. تلاحظون أن الطائر أصبح ناشط. نحى عليه التشفير. مازال هو الحق مازال في العلاج، لكن وين كنا وين أصبحنا. لاحظوا هذا كل اليوم الثالث، ونكملوا معاه اليوم الرابع والخامس إن شاء الله يكون الشفاء التام إن شاء الله. ملتقانا يوم غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا السلام عليكم. هذا اليوم الرابع. تلاحظوا كونه العصفور 80% رجع على بأس والحمد لله. كما تلاحظوا نحى التشبير، رجع ياكل، ينشط. لاحظوا مشى معاه 3 موعد. اخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد وصلنا إلى اليوم الخامس والأخير. نلاحظوا كون العصفور تاعنا برا نهائيا، رجع ناشط الحمد لله. نحينا البيترين، رجع يشرب الماء عادي، رجع ياكل بالباب والحمد لله. نحيو الأنبوبة ونرجعوه عادي مع العصافر الخيم.
أيوة. يجيب الأنبوبة. كما تلاحظون رجع عصفورنا لاباس، تلحى عليه الكشبير، رجع مسنتر كما نقولوا نحن. ننصحكم اخوتي الكرام باش في صورة ما لا قدر الله معناها مرض عصافيركم بالكوكسيديوز أن تقوموا بهذا العلاج أو بهذه الطريقة للعلاج. نعاود نذكروا بسرعة، نستعمل البيتريل لمدة 4 إلى 5 أيام. البيتريل هذا يتخلط مع الماء 4 إلى 5 قطرات في اللغروار. ما نخليوش يبات، ماذا بينا ما نخليوش يبات. كل يوم يتعاود نجدوا الماء من جديد مخلط بالدواء. وما ننساوش كل يوم الأنبوبة لازمة اللي هي التدفئة، لازمة لازمة لازمة. شوفوا كيفاش عصفورنا لاباس رجع الحمدلله. لاباس عليه والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نكون فدناكم بهذا الفيديو. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. تحيات أخوكم خالد بن حفصية من الجمعية التونسية لتنمية تربية طيور الزينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.